يمكن أنا يعني سأقتبس هذا السؤال لأتحدث عن تجربة رأيتها هناك، تجربة فتح الله جولان كما يسمونه، وهو شيخ عالم فقيه يمكن في ال70 من عمره، يعيش الآن في أمريكا لكنه يعيش في تركيا في الوقت ذاته، روحه موجودة في تركيا، أتباعه الكثيرون، مدارسه التي تعد بالآلاف داخل تركيا والآلاف خارج تركيا في الاتحاد السوفيتي والبلقان ومصر والمغرب وأفريقيا وفي كل مكان. مئات الكليات التي تعتبر في حقيقة الأمر تتبع ما يسمى بنظام الخدمة، حتى اسم ليس لهم اسم، ليس هناك تنظيم لهذا الوجود يعني يلمس، لكن هناك أتباع وتلاميذ اقتبسوا هذه الروح العالية عند فتح الله جولان الذي كان يعني عنده أيضا عشرات القنوات الفضائية، عشرات الصحف، حتى جريدة واحدة، جريدة أظن اسمها الزمان، أكبر جريدة تركية يوزع منها يوميا 1,000,000 نسخة، مجلة شهرية يوزع منها 800,000 نسخة، وعندهم أكثر من 20 مجلة. طبعا هناك مجلة بالعربي أيضا اسمها حراء تطبع من مصر. عندهم عشرات المستشفيات، مدارس حدث ولا حرج، مساجد، مناشط، يعني شيء مذهل، كله يعني يعود الفضل فيه بعد الله إلى هذه الروح التي بثها هذا الرجل فتح الله جولان. يعني قرأت عددا من كتبه، له كتب حتى بالعربية، كتب مترجمة له أكثر من يمكن 40 كتاب، وعنده كتاب في السيرة النبوية. رأيت تلاميذه سمعتهم يتحدثون عنه بشكل غريب، سمعت مقطع صوتي له وهو يتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، طبعا باللغة التركية. لم أفهم لكنني عرفت روحه، يتكلم والدموع تنحدر من عينيه، إنه لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. هذا ليس خبر فقط، وإنما هو خبر وأمر، يطلب من المسلمين أن يبلغوا هذا الدين. ويصيح يقول: وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم غريبا في كثير من الديار التي جئتها، أشعر أنني كأنني أبتلع المسامير. يقول: Bir Amerika'da bakıyorum, Davud'un sesi senden yüksek çıkıyor. Süleyman'ın sesi senden yüksek çıkıyor. İsa'nın sesi senden yüksek çıkıyor. Musa'nın sesi senden yüksek çıkıyor. O seslere de ruhum kurban. Ama senin sesin bir sporda başarılı olamamış takımın bayrağının birkaç adım aşağıda olması gibi. Namı Celil'ine baktıkça aşağıda görüyorum. Ve içimi yiyor adeta. Oralara bile Namı Celil-i Muhammed'i götürülememiş. Biz mi vefasızız? Bize yakın olan bizden evvelkiler mi vefasız? Tarih mi vefasız? Tarihseller mi vefasız? Kim vefasız? Bilemeyeceğim. Ama herhalde dostun vefasızlığı bahis mevzu, düşmanın husumetinin yanı başında.